وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. طمنوني عنكم، طمنوني كيف كانت عطلة العيد. ان شاء الله يا رب ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة. عن جد شلون مرق هالعيد بهالسرعة ما بعرف. هلا هون نحن بتركيا كان عاطينا 9 ايام عطلة، وعن جد مرقوا بسرعة مو طبيعية. هلا هون مثل ما شايفين عم صور لكم اول يوم العيد. اول ما فقنا نحن متعودين دغري إنه نلبس ونروح دغري نعايد عند أهلي، يعني نروح نقضي نهار عندهم. بعدين وقت الغدا بنحمل حالنا وبنطلع بنتغدى برا. فهون مثل ما شايفين بلشت جهزت أولادي من بكير، لبستهم هيك. كانوا كتير، خصوصا ابني الكبير كتير متحمس، مصدق ايمت يلبس وهيك ويظبط حاله، لأنه قلت له ما حتاخد العيدية لحتى لبسك أواعي العيد وهيك وظبطك وصورك. فهون بلشت لبست أولادي مثل ما شايفين. هذا العيد قلت لكم إنه حلبس أولادي نفس بعضهم، ومو بس أولادي، حتى اخترت لزوجي جبت له كمان شغلات إنه يطلع طقم هو والأولاد. الأنا من ناحيتي حاولت اختار شي إنه اطلع معهم طقم، بس بصراحة ما لقيت. دورت كتير على قمصان جينز أحسن، إنه تكون هيك خرج محجبين طويلة واطلع طقم مع أولادي، بس ما لقيت. يلي لاقيهم يكونوا كتير عراض، ما يجوا علي، يعني انه تفصيلتهم تكون كتير كتير كبيرة، يعني ما ولا شيء اجى علي مناسب. فحاولت نوعا ما البس الوان قريبة منهم. هلا بتشوفوا هو عيد قد أقبل فينا كي يمحو كل مآسينا، كي يرفع عن بلد الغم ويعيد الأمل ليحيينا. هو عيد قد أقبل فينا كي يمحو كل مآسينا، كي يرفع عن بلد الغم ويعيد الأمل ليحيينا. عيد سعيد، هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا بنور. عيد سعيد، هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور. عيد سعيد، هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا بنور. عيد سعيد، هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور. من نبع الصفح سيروينا، يزرع حبا ويداوينا، يأتيك ليمسح دمعة كل خلافات ينسينا. من نبع الصفح سيروينا، يزرع حبا ويداوينا، يأتيك ليمسح دمعتنا كل خلافات ينسينا. عيد سعيد، هيا لنفرح من جديد. هلا يمكن تكونوا ملاحظين شغلة، انه هذا الفيديو ماله كتير طويل. انا بالعادة يعني الفيديوهات اللي بنشرها بتكون مدتها اطول من هيك بكتير، يعني هذا الدبو يكون 9 دقايق او 10 دقايق. على فكرة مع اني كنت ناوية انه اصور لكم فيديو يكون طويل، حتى مثل ما شفتوا هون اول ما فقت بلشت تصوير الفيديو على اساس كمله فيديو كامل يعني يكون طويل. بس كل مرة على فكرة هيك بصير فيني بالعيد، بلتهم مع الاولاد وركض وراهم هيك، بنسى اصور. دائما هيك بصير فيني وقت اطلع مشوار، بنسى اصور عن جد. ما كتير يعني قد ما بكون راكدة مع الاولاد وهيك بيعجقوني، فما برتاح انه ما بيزيد لي وقت حتى اصور. وكمان هذا العيد ما حسنت اطلع غير اول يومين، انه حسنت اطلع برات البيت، لانه بعدين اخر يومين كمان ما حسنت اطلع. هيك تعبت شوي، صار معي هبوط بالسكر. هذا كله من تخبيص الحلو اللي اكلته بالعيد. شفتوا الحلويات اللي عاملتها انا والسكاكر، ونروح كمان عند العالم ناكل حلو. مشان هيك انا من النوع وقت باكل حلو كتير بيهبط سكري، مع انه كل العالم تاكل حلو بيطلع سكري، انا لا، بخربط سكري ودائما بينزل. هلا هونيك كمان قبل ما اطلع من البيت، هي دائما يعني مستحيل احسن اطلع من البيت قبل ما اكون ضابة هالشنطة لاولادي، خصيصا لابني الصغير. يعني دائما بحاول احط له غيار تاني
بتعرفوا لساته صغير يعني ممكن يلوث تيابه أو شي، فدائما بحط له غيار تياب بالشنطة، بحط له شوية أكلات ونقرشات، بحط خافض حرارة، ميزان حرارة. وأهم شي هدول النقاريش لأنه سبحان الله الأولاد هن بيطلعوا بالسيارة دغري بيجوعوا، ما بعرف بيهضموا على الطريق ففورا بيجوعوا، فدائما بحاول أحط هدول النقاريش معي بالشنطة، وطبعا أناني المي. وانت بخير. هات بوسة. شو بدك؟ وهي عيدية تبولة 150 ليرة. تفضل. كل عام وانت بخير. تاخذهم. كل عام وانت بخير كنونة. وهي لكنونة 100 ليرة. يا عيني هات خبي لك اياهم معي. ماشي. لا وانت بخير. ماما ليك قديش ليك 19. شو عندي انا؟ يا شو هي؟ هاي بيجي بالصاوي تشيلي يوز ماما مين هي؟ لك انا شو معي؟ يوز كل شيء. انا كبيرة. بعد لا بعد. بخير ماما. انت بخير؟ انت كمان كأنه فهمان. انت بخير. اوه زنقة النبي. يلا يلا نشرف تأخرنا على تيتا يلا. يلا. هلا هون وصلنا عند اهلي. شوفوا هدول الحلويات اللي ماما عاملتها على العيد المعمول والعجوة. ماما عاملة كل الانواع بجوز وفستق وعجوة كمان، وكمان عاملة بتي فور كمان. كان جد كلياتهم طيبين. حبيت كتير. أنا أكتر شي بحب العجوة. حتى هون كمان دقت الفستق على قد ما ماما قالت لي إنه كتير طيبين، وفعلا دقته أنا مع إنه من النوع اللي ما كتير بحب الفستق، بس دقته هون عن جد كتير كتير طيب. يعني الحشوة تبعها شلون عاملتها والعجينة عن جد بتجنن، كتير كتير ناجحة. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا، نبينا أغلى أمنياتي أزورك لو مر بحياتي. هون كمان تاني يوم أخدنا الأولاد على الملاهي. أول يوم ما بنروح ما بنحسن نروح لقرنا، يعني ما كتير في أراني نحسن نروحها لأنه أغلب المحلات بتكون مسكرة، المولات كلياتها مسكرة، الملاهي بتكون مسكرة أول يوم. فهون لتاني يوم لحتى فتح المول ورحنا على هاي الملاهي. أخدنا الأولاد، ومو بس الأولاد عيدوا، أنا كمان عيدت معهم. هون ركبت بهذا القطار السريع لأنه بنت أخي خايفة تركب لحالها، بدها تركبه يعني بدها يعني حدا إنه كبير يركب معها. فهون قررت إنه تاخدني معها، فهون ركبت معها بهذا القطار السريع. بعدين هون ركبنا الأولاد، والحمد لله كان عيد حلو، والأولاد كتير كتير انبسطوا وفرحوا بالعيادة هي. خصيصا هذا أول عيد ابني الكبير بحسه كتير وعيان على قصة العيدية. كنا دايما نعطيه العيدية على فكرة، ويعني ما يعرف شو بده يعمل فيها. هي أول عيد كان كتير وعيان وكتير مبسوط، يعني ما له مصدق إمتى ياخد العيدية. ودغري بعد ما جمع عيادي منيح نزلنا كمان تاني يوم بعد ما رجعنا من الملاهي وأخدناه على محل الألعاب، ونقى كمان نقى لعبة إله هو اختارها يعني بمصاري. وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبعنا اليوم. استنوني بفيديو جديد إن شاء الله. بدي أكمل لكم هيك الديكورات والشغلات اللي بدي أعملها بمطبخي هذيك المرة لأنه ما كملت لكم إياه. بشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. ديروا بالكم على حالكم. وبجوارك صلي صلاتي، واذكر ربي واتلو القرآن، أتلو القرآن.